حياة فيها كل ما قلبك يتمناه، حياة فيها كل ما عقلك يستناه، حياة فيها فكر لا يمكن ينتجها. مجلة حياة هي دي الحياة. النهارده بستضيف احد رموز الاعلام المصري، الراجل اللي بيحب شغله قوي، الدقيق في كل التفاصيل، ما بيفوتش ولا كبيره ولا صغيره، ينزل بنفسه يقف على الكاميرات. لكن النهارده ضاف عليه مسؤوليه ان هو ما بقاش يعرف ينام، بس 2009 ما بقاش يعرف ينام، لان ضاف عليه مسؤوليه رئاسه اول قناه سينما مصريه. المخرج عمر الفرج، ده حضرتك. اهلا بيك. حضر ان احنا عندنا قناه سينما مصريه بتاعتنا 100%. الحكايه ازاي؟ انت لو حضرتك ايه اللي حصل؟ قابلتهم ايه اللي حصل؟ هو الباشمهندس حسام الشيخ هو اللي كلفني، كان بسبب التفكير في انشاء قناه فضائيه مصريه رسميه او حكوميه يعني للسينما. هو عارف ان انا يعني كان عندي باع طويل في موضوع السينما من خلال عملي في قنوات الإي لمده حوالي 12-13 سنه تقريبا كانت الافلام. فعلى طول لما عرض عليها الحقيقه أغراني بالموضوع، يعني لأن هو عارف إن موضوع قناة فضائية عن السينما ده بالنسبة لي نقطة ضعف. طبعا ومش بس مسؤولية يعني ضغط نفسي فظيع، وأنا عارف إن حضرتك ما بتحبش شغلك وما بتحبش حاجة تطلع غير لما تطلع 100%. فده كان انطباع على حضرتك. هو أي حاجة أنت بإمكانك إنك تاخدها مسؤولية وتكون شخص مسؤول، أو إنك تتعامل مع الأمر بشكل في مصادر جديدة جدا للتعامل. مفيش شك ان انا اي كان اي مهمة انا بحس انها مسندة ليا، اي كان او اي عمل بقوم بيه بحس ان في مسؤولية كبيرة جدا عليا، فبدي اهمية يمكن اكبر من الحدث نفسه في لحظة من اللحظات. يعني احيانا يكون في شغلانة بسيطة واي حد ممكن يتعامل معاها بهذا القدر من البساطة، انا لا، انا تلاقيني يعني اهتمامي زيادة ومتابعتي للمسألة بشكل شديد جدا. وده يمكن بيساعد عندي في القناة. يعني السكريبتات مثلا انا احب قوي اقرا السكريبتات اللي هتبتدي، واحب لما اتفرج على حاجة عندي على الشاشة ابقى بسأل مين اللي كتب ده، وابقى شايف هو حد كتابته شكلها عامل ازاي، واقول لا يعني ستوب شوية غيره وخلي حد تاني يكتب. لطيف يعني ده انا فعلا وتهتم بكل التفاصيل. طب حصل وخلاص واتفقت مع حضرتك هتبقى في القناة، بدأت تعمل ايه؟ بدأت تفكر ازاي؟ بدأت تذاكر ايه؟ بدأت تراجع ايه؟ هو اوريدي كان عندي انا فكرة عن يعني ايه قناة افلام، يعني ايه قناة سينما، فكنت الى حد ما جاهز للموضوع. بس انا لما رحت لقيت انه لسه ما كانش في قناة، ولسه مفيش كوادر، ومفيش هيكل اداري تنظيمي للقناة نفسها، وأتصور أنه لحد الآن هي تعتبر يعني قناة وليدة. بس وليدة حققت نجاحات ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ده اللي احنا اشتغلنا عليه. ان انا بدأت طبعا ما كانش عندي موظفين، فبدأت أتعامل مع بعض المخرجين والمعدين العاملين في بعض القنوات التطاعم المتخصصة في التلفزيون. فبدأت أنا مؤمن تماما بأنه مفيش حد ما يعرفش. يعني أنا مؤمن أن كل إنسان جواه كنوز من الطاقات، إما أن يكون عنده القدرة والإرادة أن الطاقة بتاعته دي تخرج، أو أنه يستسلم لفكرة الالتزام الداخلي. فبدأت أحمس الشباب اللي موجودين للشغل. هم كمان لقوا القناة إلى حد ما مش تقليدي، يعني ما هياش من النوع اللي هو بيقعد على المكتب يعني لحد دلوقتي انا مش عارف اروح كده بلبس كلاسيك بره لمكتب البدله، ما بعرفش اعمل ده لاني مش قاعد على المكتب. ده بيخلي فيه روح من التعاون حقيقي. هم ده حفز الولاد عندي فكره انهم يبذلوا ده، لان شافوني انا ببذل مجهود خيالي. شافوا كمان شكل من التعامل مع النجوم، مع الفنانين، مع المصادر اللي عندي في القناه. فبالتالي انت بتنقل يعني احيانا النجاح يبقى عدوى، احيانا دايما تقبل الفشل بالظبط. يعني هم شافوني باجي لحد الساعه 2 3 4 بمضي اوراق واتابع بشكل شفوي وامشي اروح بيتي، وده حقي يعني كرئيس القناه. بعدين بتابع معاها من خلال الشاشه.
لا، هم يقولوني انا بنزل وقررت ان انا اخرج ويكون في برنامج كتير من اخراجي، والبرنامج ده يبقى في فريق كبير بيشتغل معايا فيه، فابدا اعتمد عليهم في بعض التفاصيل خاصه بالبرنامج. يعني ايه يكون عندك قدره على خلق حوار بينك وبين المصدر او الفنان اللي بتتعامل معاه. شافوا النجوم ازاي انا بنزل استقبلهم بنفسي لما يوصلوا للمبنى، شافوا القائد وهو بيشتغل بايديه. فاهم حضرتك خلاص تعينت ونزلت واول يوم شغل، ايه الصعوبات بقى دخلت المكتب؟ ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك يعني ما بقتش عارف تاخد من رجليك هتعمل ايه؟ خايف قلقان؟ لا انا الحمد لله ما خفتش وما قلقتش. انا عملت اجتماع مع فريق العمل الصغير اللي عندي، وبدات اعمل شبه فلتره للافلام اللي موجوده كلها واعمل حصر ليها، قاعده بيانات دقيقه للغايه، في حاجات غير صالحه هندسيا ده تشكل لجان لمتابعه الافلام ومناقشتها. بدات اصنف الافلام اجتماعي، ده اكشن، ده رومانسي، ده كوميدي. بدات اعمل البيزك الاساسي بتاع القناه، وبعدين بدات احط افكار ومقترحات لحاجات صغيره جدا بين الافلام وبين بعضها، وعلى طول بص ما ضيعتش وقت، يعني ما كانش عندي وقت اضيعه. سكت في مجموعه مهرجانات، فبدات انزل اعمل استوديو تحليلي للمهرجانات دي، بدات اخاطب المهرجانات دي وانقلها على الهواء، واعتقد ان ده كان اهم حدث لفت النظر اليه، لان المهرجانات بتبقى لها متابعين سواء من خلال المجال الاعلامي، المجال الصحفي، المجال النقدي، كل دول الوطن العربي. فبدأ الناس يشوفوا المهرجانات عندي انا في قناه سينما، بدات اوجد مساحه نقل المهرجانات على الهواء من دبي، من ابو ظبي، مهرجان دمشق، مهرجان كل مهرجان منه بالكامل بتاع اختياري، واعمل استوديو تحليلي قبل المهرجان ما يبدا ونطلع على النت. فده عمل حركه كده ما لحقتش انا، يعني فكره ان انا اقعد لسه اخاف وافكر واتوتر واشوف الصعوبات. اولا حتى لما بتسالني انت دلوقتي على الصعوبات وانت بتقول السؤال، انا عمال افكر ايه كانت ايه الصعوبات؟ لان نسيتها. لان كمان البدايه القويه هي اللي شدت الناس لنوع السينما، والبدايه الموفقه هي اللي بتخلي بعد كده الناس في ثقه ما بينك وما بين الجمهور والناس تتابعك. في كلام بيتقال او يعني الناس شايفه ان في اهتمام من نوع السينما بالافلام القديمه، يعني حتى الاسلوب او الشعار بتاعته 100 سنه سينما واكثر. انا عارف ان انتوا ما بتقولوش على كده افلام حديثه، ولكن ايه اللي من ورا او ايه الرساله اللي من ورا تحاولوا تصوروها اللي من ورا اهتمامكم بالسينما القديمه، سينما مصر القديمه؟ اولا هو يعني تقنتك في قناه سينما مصريه ان عندك 100 سنه واكثر من تاريخ السينما. عندك مكتبه عباره عن كنز لحوارات مع نجوم السينما المصريين، لقيت في بعض هيكنج للافلام دي حاجه حضرتك انشرفت بيها والناس لا طبعا الناس قوي جدا. الحمد لله الحمد لله. فكره ان انت تطلع حوارات امينه رزق وحوارات يوسف فهمي وتطلع حوارات اسماعيل ياسين وتطلع مجموعه كبيره من النجوم القدام قوي، لازم تصور لما تلاقي حواراتهم دول عندك في المكتبه وتحتفل حاجه اسمها نجم اليوم. عندنا مكتبه طبعا انت عايز توجد قيمه للقناه بتاعتك. انا مش بس عندي الجديد، انا عندي ايضا القديم، وكمان عندنا حاجات مش متوفره لحد تاني، فدي لها حصر عندنا.